ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده موجودين في محافظه السويس، تحديدا في مدينه بورتوفيق، علشان نتكلم عن فيلا بورتوفيق الجميله اللي عمرها عدى ال 105 سنه. تعالوا النهارده نحكي الحكايه، تابعوني علشان نتكلم على فيلا بورتوفيق وازاي اتبنت ومين اللي بناها وليه اتبنت. قطعه من باريس على ارض مصريه. ده الطراز المعماري اللي موجود قدام حضراتكم. طبعا الطراز المعماري اللي احنا هنتكلم عليه النهارده طراز فرنسي، صممه مهندسين فرنساويين علشان العمال اللي كانوا موجودين اثناء حفر قناه السويس كانوا فرنساويين. حصل لهم انتكاسه بسبب قعدتهم بعيد عن بلدهم، فقرر ان المهندس الفرنسي ان هو يعيشهم جوه اجواء اوروبيه فرنسيه، فقرر ان هو يعمل الفيلل دي على الطراز الفرنسي. سطح مايل، شرف معموله من الحديد، وطوب القرميد اللي بيمتاز كيميائيا انه في الشتاء بيحمي من السقعه، وفي الصيف كمان بيحمي من حراره الشمس المحرقه، وكمان ان هو ضد الملح. الطوب ده اللي عمره عدى ال 105 سنه بنفس الشكل وبنفس اللون وبنفس الملامح لحد النهارده. وزي ما قلنا لكم انه من اكتر من 100 سنه، من ما بين عام 1920 ل 1923 او 25 على حسب التاريخ ما بيقول، انه تم انشاء 109 فيلا للعمال الاجانب المشرفين على حفر قناه السويس، وكان يسكنها الفرنساويين واليونانيين وغيرهم من الجنسيات المختلفه. وكمان تم بناء هذه الفلل على طراز معماري فرنسي، وكمان هم يعني اختاروا حجر القرنيد الاحمر لانه يتميز بانه لا يملح، وكمان دافئ جدا في الشتاء، وفي الصيف لا يمتص الحراره. وجنب الفلل اللي موجوده قدام حضراتكم دي جنينه الفرنساوي اللي كانت المتنفس الوحيد وقتها للعمال الفرنساويين والمهندسين اللي شغالين معهم. وبعد تأميم قناة السويس أصبحت الفلل سكن للعمال المصريين بهيئة قناة السويس. واهتمت جدا هيئة قناة السويس بالمنازل الخاصة للعاملين بمدينة بورتوفيق، لأن بالرغم من كل السنوات اللي ما زالت لحد النهاردة زي ما هي على رونقها، وزي ما هي كأنها لسه مبنية من سنين قليلة جدا. وكمان خلينا نتكلم على مدخل الفلل، ان بعد المدخل بتاعها على طول بتطل على قناة السويس وعلى مدينة بورتوفيق.